هذه النفوس يجب أن تزكى بحيث تطهر من الرذائل، من كل معصية ومن كل صفة ذميمة، ثم تحل بالفضائل كالاستقامة والصلاح والتقوى والبر والإحسان وسائر الصفات الحميدة من صدق وأمانة وعفاف وتواضع وكرم وشجاعة ووفاء وغير ذلك. فإن أصلحت النفوس كما يقتضيه المنهج الحق فهناك يرجى الخير، وهناك تستقيم الحياة، هناك يعتدل السلوك. أما مع وجود أمراض في القلب لا يمكن أن يتحرك المجتمع إلى الخير. إن كان هناك حسد بين الأخ وأخيه، وإن كان هناك ضغين بين الجار وجاره، وإن كان هناك كيد بين أفراد المجتمع، أن تقوم لهم قائمة يتقابلون بوجوه ترتسم بالبسمة، ولكنها تخفي حقدا ضغينا وكيدا غائرا في القلب وفي النفس. لا يمكن أبدا أن يتنزل الخير على هذه القلوب المريضة، لأن القلب إذا مرض لا يكاد يقف فساده عند حد، بل قد يصبح أشد خطرا من الشيطان، لأنه لا يحتاج إلى توجيه الشيطان، وإنما يسعى لفعل المنكر وابتكار أنواع الفساد بما لا يصل إليه الشيطان كما يذكر بعضهم. ليس لها إلا التفاف قوة بقوة ومقتد بمقتدى، ليس لها إلا نفوس طفئت أضغانها واشتعلت فيها التقى، يلمها الإيمان قلبا واحدا، وجهته الله وحشوه الهدى، إذا رمت فقوسها واحدة وما رمت وإنما الله رمى. هكذا يجب أن تكون النفوس متحدة في مبادئها وأهدافها وآلامها وأمالها ومشاعرها وأحاسيسها. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. التقوى ها هنا قالها ثلاثا وأشار إلى صدره: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. أما الذي نراه اليوم من قتل المسلم لأخيه وفتكه به وهو يصلي في مسجد يعبد الله، يكبر، يعلن الشهادة في الأذان وفي الإقامة وفي التشهد، ويسجد خاضعا لله، ويتلو القرآن في صلاته، ثم يأتيه أخ له يدعي الإسلام ويقتله باسم الإسلام. أي إسلام هذا؟ وأي أخوة هذه؟ والفرد من هذه الأمة يحمل هذه الضغينة على أخيه لمجرد اختلاف في المذهب أو الطائفة أو الجنس أو اللون أو اللسان. تفرق الناس القوميات بسبب نزوات حكام في بعض الأحيان لأجل الحفاظ على كراسي ملكهم، يزجون بشعب بأسره لكي يقاتل شعبا مسلما آخر، اختلافا على حدود وهمية زرعها الاستعمار على شبر من الأرض أو بئر من النفط أو غير ذلك من متاع الحياة الدنيا، فتباد أسر آمنة لا دخل لها بهذا الأمر، يتم أطفال وترمل نساء ويقتل شيوخ. كل هذا
يقع بين المسلمين أنفسهم، يفجر أناس بسيارة مفخخة أو حزام ناسف أو غير ذلك، وهم يحتفلون بعرس، وهم يدفنون ميتا، وهم يتعلمون في مدرسة، وهم يمشون في الطريق، وهم يتسوقون في المتجر، سواء كان هذا صادرا من فرد يدعي الإسلام أو من دولة عن طريق طائرة بلا طيار أو غير ذلك، كل ذلك إرهاب يدان الجميع، لا فرق، وليس هناك أحد فوق حكم الله تعالى. هذه الأمة إن لم